السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم شويه عن الالوان، وبالتحديد هنتكلم عن نظريه كده في مجال اليو اي ديزاين، واكيد كتير منكم يعرفها او سمع عنها، وهي 60-30-10. وهي ازاي نوزع الالوان بريشيوز معينه بحيث ان الديزاين بتاعنا يبقى كلين جدا، مينيمال، ما فيهوش لخبطه ودوشه الوان كتير. فتعالوا ندردش مع بعض كده عن الديزاين اللي معمول في فيجما قدامنا هنا دلوقتي، ونشوف ازاي ممكن نحوله من الشكل اللي قدامنا ده للشكل ده باستخدام النظريه بتاعت 60-30-10 او 60-30-10. طيب، زي ما احنا شايفين طبعًا الdesign شكله سيء جدًا، يعني في الdesign اللي قدّامك ده في ألوان كتير، عينك رايحة في كل حتّة تقريبًا، فأنت يعني مشتت جدًا، design فعلًا مخلّي العين رايحة في كل حتّة. فالنظرية دي هتخلّينا إن إحنا نخلّي الدنيا أهدى كتير من الدوشة اللي قدّامنا دي كده دلوقتي، وهتخلّي الأماكن اللي إحنا عايزين الuser يروح لها أو اللي تلفت انتباهه هي اللي هيبقى عليها الfocus الأكتر، أو اللي هتلفت النظر بمجرد إن الواحد يبُص على الdesign اللي قدّامه ده. طيب، بالنسبة للقاعدة بتاعة 60-30-10، هي بمنتهى البساطة كده في لون بيبقى طاغي في الdesign كلّه، بيبقى واخد 60% منه، وده غالبًا بيبقى الbackground color. بعد كده بيبقى في shade للون تاني بياخد 30%، وده بيبقى واخد الأكترية في المركز التاني يعني. وبعد كده آخر لون خالص بيبقى واخد 10% من الdesign بتاعي، وده اللي بيبقى فيه اللي بنسميه الaccent color يعني، أو هو اللي بيبقى فيه بقى اللمسات اللي أنا بالفت بيها الانتباه، أو الcontrast مع باقي الألوان بيخلّي العين تروح له أكتر حاجة، وده غالبًا بيبقى الbrand color أو أي لون بيلفت الانتباه. طيب، فإحنا قُلنا 60-30-10، فتعالوا نشوف دلوقتي إيه اللون اللي إحنا هنستخدمه كaccent مثلًا، أو الbrand color بتاع الbrand ده مثلًا اللي أنا باعمل له الdesign. بالاقي إن هو لون أزرق، هُم مستخدمينه مثلًا في الlogo بتاعهم أهو. فأنا ممكن آجي آخد اللون بتاعهم ده وأحطه على جنب كده، بحيث إن أنا أستخدمه كaccent color، أو ده ال10%. وعلى فكرة في plugin كده هنستخدمه اسمه color percent. ده لو دوسنا عليه دلوقتي هيقول لي analyze colors، دي بيanalyze يعني الcolors اللي في الفريم بتاعي، بادوس عليه بيورّي لي بقى الratios بتاعة استخدام الألوان دي كلّها. وطبعًا زي ما إحنا شايفين في يعني حدث ولا حرج كده، ألوان كتير أوي يعني مستخدمينها. فإحنا بقى هنشيل كل ده، بس واحدة واحدة كده تعالوا نعملها مع بعض. أول لون ده اللي إحنا اخترناه اللي هو الbrand color، ده اللي هنستخدمه قلنا الaccent. بعد كده تعالوا بقى ناخد الbackground shade منه. هاقول لكم بقى طريقة حلوة كده ممكن نطلّع background color من الأزرق ده، بحيث إن هو يبقى أزرق برضه بس خفيف أوي، أوي، أوي. بُصّوا، أول ما هتفتحوا في الfill color هنا لمّا ندوس، أول ما هتفتحوا أنتم غالبًا هيبقى عندكم الhex. أنا ما باشتغلش بالhex خالص، أنا باشتغل بالHSB. HSB ده اللي هو الhue والsaturation والbrightness. الhue اللي هي اللي على الشمال خالص دي لمّا تيجي تكبّر أو تصغّر فيها هتلاقي إن هو بيغيّر اللون نفسه، تمام، سواء بقى أزرق، بنفسجي، pink، أحمر، أيًا كان. الsaturation درجة التشبُّع بتاعة اللون، كل أمّا هازوّدها يعني بُصّوا في الشمال كده الأزرق بيبقى يعني أزرق أوي، متشبّع أوي باللون الأزرق، وكل أمّا باقللها بيبتدي يطفي أو يبقى muted شوية. والbrightness ده يا إمّا بيفتح يا إمّا بيغمق، أوكي، زي ما إحنا شايفين كده هو عمّال يطلع فوق وينزل تحت أهو في الshades الغامقة أو الفاتحة، حلو كده؟ طيب تعالوا بقى ناخد هي 241 أوكي، إحنا مش ما لناش دعوة بالhue دلوقتي، إحنا عايزين اللون الأزرق تمام، ولكن الsaturation هو اللي هيتغيّر. ممكن نخلّي الsaturation 12 مثلًا، فده كده يبقى لطيف جدًا كbackground color. ممكن آجي بقى عند الbackground color. بُص، هو الbackground هنا gradient. في نقطة كده بالنسبة للgradient، خصوصًا لو أنت لسه بتبتدي في المجال، أعتقد من الأفضل إن أنت تخلّيك في solid colors بس، لإن الgradients دي ممكن تبقى tricky شوية بصراحة. محتاجة كده يعني خبرة شوية على ما تعرف تهندلها كده وتطلّع منها أشكال حلوة، أو تعرف تتعامل معاها يعني. ففي الأول شايف إن الsolid colors برضه بتأدّي الغرض كفاية جدًا، وبتبقى زي الفل، وبيبقى شكلها برضه لطيف كده ونضيفة يعني clean designs يعني بتطلع من الsolid colors، مش لازم خالص إن هي تبقى gradient. فممكن إن إحنا نشيل الgradient ده خالص، ونحط اللون بتاع الbackground اللي إحنا طلّعناه.
وده اللي هيمثل 60% من الديزاين بتاعنا تقريبا. طبعا هي النسبة ما بتبقاش حرفية يعني، هي بتبقى تقريبية. طيب زي ما احنا شايفين كده لون الباك جراوند تحسوا ان هو يعني برضو غامق سنة، احنا عايزين نطفيه شوية برضو عن كده. فممكن برضو نقلل الساتوريشن نخليه مثلا وليكن 5، وبرضو نيجي عند الكالر اللي احنا بنستخدمه في الجنب ده كده نخليه 5، عشان يبقى عندنا الالوان مظبوطة هنا وهنا. طيب كده احنا خلصنا الباك جراوند، وعلى فكرة يعني احنا ابتدينا نشوف تحسن اول ما احنا غيرنا الباك جراوند كولر برضو، يعني كده الموضوع برضو راح لحتة افضل بكتير. طيب تعالوا بقى نبص على الكارت اللي موجود فوق ده، وده لو دوسنا عليه يعني نقدر ان احنا نشحن المحفظة بتاعتنا على اعتبار ان ده يعني ابلكيشن بتاع والت. فمثلا تعالوا نفترض ان في بيزد على الانسايتس اللي احنا طلعناها من الابلكيشن واستخدام الابلكيشن، لقينا ان اليوزرز اكتر حاجة بيستخدموها ان هم بيشحنوا المحفظة بتاعتهم من الجزء ده، او اكتر اكشن بيعملوه في الاب ان هم بيشحنوا المحفظه. فانا عايز اخلي ده مثلا ماستر اكشن، مثلا الاكشن الرئيسي اللي موجود، فبحطه بشكل كبير كده وظاهر بحيث ان اليوزر يقدر ياكسسه بكل سهوله ويبقى هو اللي واخد الاتنشن اكتر حاجه يعني. فطبعا برضو انا مش محتاج الجريدينت خالص، ممكن نقفل الجريدينت خالص ونحط اللون اكسنت كولر بتاعنا او البراند كولر بتاعنا. وطبعا كده هيبقى انفيرتد بقى، ده هيبقى ابيض علشان يدي كونتراست مع الخلفيه الزرقاء. وزي ما احنا شايفين كده ابتدينا نحس بتحسن كبير جدا بعد ما شلنا التو جريدينتس بس اللي موجودين، لا في برضو فرق كبير جدا. طبعا نخش على الاكشنز او السيرفيسز اللي احنا بقى هنقدر نستخدمها في الابليكيشن بتاعنا. مش محتاجين خالص ان احنا نخلي كل واحده بلون مختلف يعني. احنا ممكن نعمل على فكره حته اللون المختلف دي بس مش في كل الباك جراوند كده يعني، الوضع فعلا كده شكله مشتت قوي. فاحنا ممكن نخليهم كلهم وليكن ابيض. هقول لكم ليه هنخليه ابيض دلوقتي. لو انتم ملاحظين احنا خلينا الباك جراوند شيد بسيط قوي من البلو، تمام. لما جينا خلينا الزراير دي بيضة حصل اختلاف كده بينهم برضو بين الباك جراوند. فانت الى حد ما برضو ابتديت تلاحظ ان الاكشنز او السيرفيسز دي في اختلاف بينها وبين الباك جراوند، مش سايحه مع الباك جراوند، تمام. فاحنا كده عملنا برضو الى حد ما حته كونتراست كده. برضو هنعمل ستروك كده بسيط. تعالوا برضو ناخد نفس اللون كده بتاع الباك جراوند ستروك بقى، ممكن تبقى حاجه يعني بسيطه قوي 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 كده، يا دوبك كده ان احنا نقدر نشوفها او تبقى مختلفه يعني، وعامله اختلاف بين الابيض والباك جراوند، اغمق سنه من الباك جراوند. فكده الستروك دي احنا كده عملناها تمام. تعالوا بقى نخلي الاسهم دي كلها كده ممكن مثلا بالشيد بتاع البراند كولر بتاعنا. وتعالوا برضو عشان نفرق برضو السيرفيسز دي كده نديها حتة elevation كده، نديهم ممكن شادو بسيط قوي 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 كده، وليكن 2 2 15 مثلا. وزي ما احنا شايفين طبعا الشكل برضو فرق جامد جدا عن الاول. الموضوع بقى كلين جدا، مفيش زحمة الوان كتير، انا عيني مش وجعاني وانا باصص على الديزاين. وعلى فكرة كل ده احنا عملناه بتغيير الوان بس، احنا المسافات والخطوط وكل حاجة زي ما هي. ففعلا النظرية بتاعت 60 30 10 دي هتفيدنا جدا لو احنا اتبعناها ويعني كنا اذكياء كده في استخدام الالوان، بحيث ان احنا نعرف نجايد اليوزرز للحتت اللي احنا عايزينه يبص عليها، مش يبقى مشتت وعينه all over the place يعني زي ما بيقولوا. طيب بالنسبه للنافيجيشن بار هنعمل ايه بقى هنا؟ ممكن نخلي الباك جراوند بتاعته نفس لون الباك جراوند بتاعت ال الابلكيشن بتاعي، وممكن اديله ستروك توب، وبرضه اديها نفس الكالر بتاع السكشنز اللي احنا اخترناها دي، يعني نوحد الستروكس عموما بقى في الاستخدام بتاعنا. وبرضه نديله نفس الشادو، برضه نديله نفس الشادو اللي احنا عملناه انا طبعا باخد الشادو بدوس في الشمال قوي كده وادوس كنترول سي عشان اكوبي الشادو ده، واجي كنترول في، هو هنا في شادو اصلا، اوكي نشيله، واجي كنترول في احط الشادو بتاعي. بس طبعا هو في الواي اكسس او في الفيرتيكال اكسس هو نازل تحت دلوقتي، يعني هو لو نزلت بالسكرين كده هنلاقيه ان هو تحت زي ما احنا شايفين دلوقتي، اوكي. انا طبعا انا عايزه فوق عشان اعمل elevation برضو للنافيجيشن بار.
فاجي عند الواي اكسس ادوس -2 عشان ايه يبقى -2 لفوق، وهو كده عمل برضو elevation او يعني اختلاف عن الباك جراوند او اترفع يعني فوق الحاجه اللي هو اللي هي السيرفيسز اللي قدامنا دلوقتي دي. تمام، برضو عندي نفس المشكله، انا مش قادر الاحظ قوي كده من الوهله الاولى انا في انهي مكان في الابلكيشن بتاعي. فانا ممكن اجي هنا برضو واخلي دي بالاكسنت كولر بتاعي، انا معرفش ايه البنفسجي ده اصلا، واخلي دي فيلد بالاكسنت كولر برضو، وممكن اخلي الشرطه اللي جوه دي هي اللي تبقى بالابيض كده، ويبقى كده في differentiation واضح جدا، وانا ابقى كده عارف ان انا في السكرين اللي قدامي دي انا في الهوم بيج، وقدامي الاكشنز بتاعتي وكل حاجه زي الفل زي ما احنا شايفين دلوقتي. انما احنا كده باستخدام النظريه دي او بتطبيق النظريه دي لمسات بسيطه كده من البراند كولر او من الاكسنت كولر، ومعظم اللون او اللون الطاغي في السكرين بتاعي او في الديزاين بتاعي هو اللون الشيد من البراند كولر بتاعي الازرق اللي هو واخد الباك جراوند، والابيض برضو انا استخدمته في بعض المناطق بحيث ان انا ادي اختلاف بسيط كده بينه وبين الباك جراوند زي ما قلنا في الاول. ولو جينا استخدمنا البلجن اللي انا بكلمكم عليه هنلاقي الريشيوز بتاعه استخدام الالوان color percent. لو قلت analyze color الاقي ان اول واحد ده اللي هو الشيد بتاع البلو اللي احنا اخترناه واخد 58%. لو قلنا الابيض هنلاقيه واخد 27%، والاكسنت كولر بتاعنا واخد حوالي 12%. ويعني دي تقريبات بسيطة كده للنسب بتاعتنا، دي نقدر نقول 60، دي نقدر نقول 30، دي 10 بدون مشكلة خالص. وزي ما احنا شايفين كده في برودكتس جبتها لكم برضو ممكن ان احنا نبص عليها. زي ما احنا شايفين في مدارس كده بتعتبر ان ال 30% او الريشيو اللي في النص اللي هي بين ال 60 وال 10 ممكن نعتبرها من التكست. هو هنا معتبر ان التكست 30% اول اوفر السكرين اللي قدامنا دي دلوقتي بالشيدز بتاعته. وطبعا اللون الطاغي او اكتر لون موجود خالص هو اللون الابيض، والاكسنت كولر اللي هو بالاورنج موجود في الاكشنز او في الحتت المهمه اللي هيبقى محتاج اليوزر ان هو ينتراكت معاها في الويب سايت اللي قدامنا ده دلوقتي. وبرده هنا برضو نفس الكلام زي ما قلنا، يعني استخدام الالوان فعلا برضو بسيط جدا وهادي جدا. الاسود اللي هو اختاره في التكست برضو عمل بيه جزء هنا عشان يبقى دي كونتراست ان انت تبص له، والاخضر خد منه شيد برضو علشان يديله ديفرنشيشن عن الباك جراوند. وبرضو نفس الكلام في الزراير اختار ان انت اللون الاكسنت كولر او البراند كولر بتاعهم اهو ان هو يبقى للانتراكتيف اليمنتس. برضو عندي هنا نفس الكلام، استخدام ممتاز جدا 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 للالوان، مستخدم شيد من الجرين كده في الباك جراوند، والتكست برضو عامله باللون الاخضر، والزراير برضو عامل لها نفس اللون الاخضر. استخدام مينيمال جدا للالوان، وويب سايت ممتاز بصراحه. انا الويب سايت ده عجبني جدا. هو تقريبا مستخدم لونين بس في الويب سايت، فبرضو ده حاجه من الحاجات اللي هي تورينا ان مش لازم استخدم الوان كتير علشان اعمل منتج شكله كويس كونسيستنت ونضيف جدا وشكله بروفيشنال. برضو هنا نفس الكلام في الويب سايت ده، كل حاجه تقريبا بالابيض والاسود، والكولت اكشنز هي اللي بالاكسنت كولر او باللون اللي فيه كونتراست عالي جدا بينه وبين باقي الالوان. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الالوان، وبالاخص نظريه 60 30 10، وعرفنا ازاي باستخدام الوان بسيطه جدا ان احنا نقدر نحقق اهداف اليوزرز اللي بيستخدموا البرودكتس بتاعتنا. ونقدر باستخدام لون بسيط واحد فيه كونتراست عالي شويه ان احنا نلفت انتباههم للاجزاء المهمة جدا بالنسبة لهم، واللي هتخلي تجربة استخدامهم أفضل ما يكون. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير، ولو مش مشتركين في القناة وحابين تشوفوا فيديوهات أكتر عن مجال اليو اكس واليو اي ممكن تعملوا اشتراك في القناة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.